لو راجع بيا الزمن، حاجات عمري ما هعملها وانا بذاكر انجلش. عمري ما كنت ههتم بالانجلش بتاع المدرسه والدروس واهمل الانجلش اليومي الحياتي اللي بنتكلم بيه. انجلش المدارس هو عباره عن امتحان، انت بتحل بالسنس، انت مش حاسس، انت حاسس ان هي لايقه كده او مش لايقه كده، فبتبدا تحفظ قاعده الجرامر من غير ما تفهمها ولا بتطبق عليها. لو راجع بيا الزمن هحفظ القاعده وافهمها واطبقها واعرف اهميه الهيلبنج فيربس واهميه الجرامر نفسه اللي بيخليني اكون اي جمله مهما كانت بكل سهوله ومن غير ترجمه ومن غير تفكير. كمان كنت هتعلم انجلش باللغه العاميه علشان اسقط الترجمه اللي في النص. احنا بنعمل حاجه اسمها تو تايم ترانسليشن، بنترجم على مرتين. لما اجي اقول لك مثلا، لما كنا او احنا لما بنذاكر انجلش بيقول ايه؟ وات يعني ما او ماذا، وير يعني اين، صح؟ فانت بتخش تقول لاختك مثلا اين كتابي؟ لا، بتقول فين كتابي. فبالتالي بتترجم ترجمتين، من اللغه العاميه للعربيه الفصحى وبعدين من العربيه الفصحى للانجليش، وده بيأخرك وبيعطلك. فكنت هتعلم بالعاميه العربيه علشان اقول فين كتابي واقول where is my book. are you here؟ ما بقولش هل انت هنا، بقول انت هنا على طول. فده بيفرق معايا جدا في الوقت، بيخليني اترجم اسرع او ما اقعدش اضيع وقت كتير في الترجمه. حاجات كمان عمري كنت هعملها، ان انا اكون متخيل ان الاغاني اللي بسمعها هتعلمني انجلش. لا، ده مش حقيقي. عايز تتعلم انجلش انك تسمع حاجه، اسمع بودكاست، اسمع تيد توكس، اسمع حاجات، اسمع موفيز عادي، افلام ومسرحيات ومسلسلات، بس مش افلام، سوري مش اغاني. لان الاغاني فيها حاجه اسمها بواتيك لايسنس، رخصه شعريه. هو ممكن يبوظ الجمله في الجرامر، في البرونسيشن، النطق يعني، عشان بس يخلي الاغنيه شكلها حلو، وده غلط. الاغاني ما بتعلمش انجلش. كمان الممارسه الشفويه اللي بنعملها والتشانكس اللي بنحفظها على بعضها وقواعد الجرامر اللي كنت باخد قاعده واحده اطبق عليها، كل الحاجات دي كانت بتساعد جدا ان يخلي الانجليش بتاعي كويس. انا دلوقتي بنصحك ما تعملش حاجات انت بتغلط فيها، وابدا من دلوقتي، وابعت لي لو محتاج اي مساعده. سلام.